بيبدأ الفيلم مع شوية حيوانات صغيرة وشكلها غريب وبيكونوا بياكلوا زواحف صغيرة، وفي الوقت ده بيطلع ديناصور وبيهجم على الحيوانات دي، فبينزلوا البحر عشان يهربوا منه، وفجأة بيطلعوا من المية تاني بشكل غريب، وبتظهر سمكة قرش عملاقة وبتاكل الديناصور، وبنعرف ان دي سمكة الميج العملاقة. وبعد كده بيظهر جوناثان وبيكون خارج من حاوية في نص البحر، وبيكون جاي عشان يوثق موضوع شركات الشحن واللي بترمي مخلفاتها في المية، وبيقعد يصورهم وبيخش المكتب وبيصور الملفات اللي فيه. لكن بيكون في بغبغان وبيفضل يطلع صوت، فبيجيله واحد من اللي على السفينة وبيتخانق معاه، وبيبدأ كل اللي على السفينة يطاردوه، وبيقعد يحاول يهرب منهم لكنهم في الآخر بيحاصروه، فبيقول لهم نتقابل في المحكمة، وبينط في المية وبتيجي طيارة وبتنقذه. وبعد كده بنروح للمعمل اللي جوناثان شغال فيه، وبنشوف جيمينج وهو بيحاول يختبر بدلة وبيختبر قوتها وقدرتها على تحمل الضغط. وبعد كده بنشوف واحدة اسمها مينج، وبنعرف ان جيمينج بيكون خالها. وبالليل بيروحوا عشان هيكون في مؤتمر وهيتكلموا فيه عن الشركة والإنجازات اللي هم حققوها، وجيمينج بيتعهد ليهم إن هو هيكون زي أبوه وأخته، وبعدها بيوريهم قرش الميج وبيقول لهم إن القرش ده هم لقوه وهو صغير وكان مصاب واحتفظوا بيه وعرفوا عنه معلومات كتير منها الخندق اللي هو بيعيش فيه، وبيكون الخندق ده على بعد 6000 متر تحت البحر، وإن في خط حراري بيفصل ما بين العالم بتاعنا والخندق هو والنوع بتاعه من القروش، وبيقول لهم إن هو اخترع غواصة تقدر تعبر الخط ده. وبعد كده بنشوف جيمينج وهو بيجرب جهاز بيقدر بيه يتحكم في القرش ويشتته بعيد عنه، فبيقول لهم ان هو بيتعود على الموضوع ده وان هو اللي مربيه، وفعلا بيجرب الجهاز وبينجح في اول مرة، لكن في المرة التانية القرش بيهجم عليه لكنه بيقدر يهرب منه في اللحظة الأخيرة، فجوناثان بيقول له ان هو متهور وان هو خوفهم عليه. وبعد كده الطاقم بيجهز عشان هينفذ عملية استكشافية، وفي الوقت ده سمكة الميج بتهرب من المكان اللي هم فيه، وبعدها بنشوف الفريق وهو بيركب الغواصات وبيكتشفوا ان مينج كانت مستخبية في الغواصة بالرغم من ان جوناثان قال لها تخليها هناك مع بقية الطاقم، وبيعرفوا ان سمكة الميج هربت منهم وبعدها بتهجم عليهم لكنهم بيجتازوا الخط الحراري وبيهربوا منها، وبيكتشفوا ان المكان فيه قروش ميج كتير، فجيمينج بيقرر يغير الخطة وبيقول لهم ان هو هيتعقبهم، وبيتفاجئوا ان في حد تاني موجود وبيكون اسمه مونتس، وبيكون بيستخرج معادن بطريقة غير شرعية من قاع المحيط، ولما بيلاحظ وجود الفريق بتاع جوناثان بيفجر المكان كله، لكن جوناثان بيقدر يهرب هو والطاقم بتاعه، وبتكون غواصة جيمينج مختفية وبيحاولوا يتواصلوا معاه لكنه ما بيردش عليهم، وجوناثان بيحاول يتواصل مع الطاقم الرئيسي وبيقدر يوصل لهم فعلا، وبيقول لهم ان هم يبعتوا له غواصة انقاذ، فبيقولوا له ماشي وبيروحوا عشان يجهزوا الغواصة، فبيلاقوها متعطلة، فماك بيقول له جوناثان انهم مش هيقدروا يبعتوها له دلوقتي، وبيقول له انها اتعطلت واكيد حد من الشركة هو اللي معطلها، فجوناثان بيقول لماك ان نص الفريق بتاعه مات وان هو مش هيسمح ان النص التاني يموت زيهم، وبيلبسوا بدل الضغط اللي جيمينج صانعها وبيقرروا يمشوا لحد ما يوصلوا للمحطة ويحاولوا يلاقوا حاجة يقدروا يخرجوا بيها من هنا، وهم ماشيين بيظهر جيمينج فجأة وجوناثان كان هيضرب عليه نار بس هو لحق نفسه في اخر لحظة، وفي الوقت ده ماك بيطلب من الفريق انهم يفحصوا الكاميرات عشان يشوفوا مين اللي عطل الغواصة، وبنرجع تاني لجوناثان وفريقه، وبيكون في واحد اسمه لانس ماشي وبيظهر وراه وحش عملاق وبيهجم عليه، والفريق ما بيلاقيش غير الخوذة بتاعته، فجوناثان بيقول لهم ان احنا لازم نكمل مشي، ومع الوقت مستوى الاكسجين بيبدأ يقل، وبنروح لماك واللي بيعرف ان تسجيل الكاميرات اتمسح، وهنا بيكون جوناثان والفريق قربوا يوصلوا المحطة، وفجأة بيهجم عليهم حيوانات غريبة وبيكونوا هيموتوا خلاص، لكن جيمينج بيشغل شعلة إضاءة فبيبعدوا عنهم، لكن بسبب النور سمك الميج بيجي وبياكل الحيوانات دي وبتكون على وشك انها تاكلهم هم كمان، لكنهم بيقدروا يوصلوا للمحطة في آخر لحظة، لكن في واحدة من أفراد الفريق بتكون الخوذة بتاعتها قربت تتكسر بسبب الضغط، وقبل ما باب الغواصة اللي هم دخلوها بيتقفل الخوذة بتنفجر وبتموت، وبيدخلوا المحطة وما بيلاقوش حد فيها، وبيلاقوا معادن غالية جدا بتقدر سعرها بمليارات الدولارات، وبيتواصلوا مع الفريق، فجيس بتقول لهم إن في كبسولات إنقاذ في المحطة وبيوصلوا لها لكن الباب بيتقفل عليهم، وبتظهر جيس وبتقول لهم ان المحطة كلها تحت سيطرتها وانها باعتهم، وبتطلب من ريجاس تقتل جوناثان وهي هتسيبهم يعيشوا، لكن ريجاس ما بتقدرش، فجيس بتطير الكبسولات من غير ما يركبوا فيها، وكده ضاعت اخر وسيلة للنجاة بالنسبة لهم. وبعد كده الست اللي مشغله جيس بتدخل وبتكلمهم وبتكون متحكمه في المحطه اللي هم فيها، وبتقول لهم ان هم لما يموتوا هتسرق ثروات المحيط بالتقنيات بتاعه جيمينج، وان محدش هيتاثر من اللي هي بتعمله تحت الميه، وبتطلب من جيس ساعتها انها تغرق الاوضه اللي هم فيها عشان تموتهم، فجوناثان بيقرر يعمل حركه خطيره، وهو ان هو يحاول يعدل الضغط على جسمه ويروح يفصل ادوات التحكم عشان جيس ما تقدرش تتحكم في المحطة، وفعلا بيقدر يوصل عند الزرار اللي هيفصل كل حاجة، لكن بيغمى عليه ولما بيصحى بيلاقي منتس بيسحبه،
وبيقول له ان هو قعد سنتين في السجن بسببه، وبيبداوا يضربوا في بعض، لكن جوناثان بيقدر يضربه وبيوصل لجهاز التحكم وبيفصل كل حاجه، والميه بتخرج من غرفه الكبسولات. وفي الوقت ده ماك بيشوف جيس وهي بتعطل الغواصه في الفيديو الاحتياطي، وبيعرف ساعتها انها بتخون الطاقم. وجوناس بيجهز الغواصه لكنها بتكون فيها اضرار بسبب الانفجار، وفي مشكله كمان وهي ان لو سمك الميج هجم عليهم الغواصه هتنفجر. فجيمنج بيقرر ان هو يروح عشان ينور كل انوار المحطه عشان ينهي القروش بتاعه الميج ويقدروا يهربوا، وبيشغل كل النور فعلا والقروش بتبدا تهجم على المحطه. وجيمنج بيوصل في اخر لحظه قبل ما الغواصه تمشي، وبعد كده بيوصلوا المقر بتاع الشركه وبيلاقوا ان الشركه تم السيطره عليها، فبيقرروا ان هم يتسللوا عشان يخشوا وينقذوا باقي الفريق. وفي الوقت ده بيخرج 3 قروش من الميج من الفتحه اللي الانفجار سببها. وفي الوقت ده مونتس بيقدر يوصل الشركة هو كمان، وبيكون واقف مع جيس، وجيس بتكون فاكرة ان الازاز ده مضاد لقروش الميج، لكن فجأة القرش بيهجم وبيدغدغ الازاز عليها وبياكلها. وفي الوقت ده الفريق بيهرب وبيلحقهم الجنود اللي استولوا على الشركة وبيكونوا هيضربوا عليهم خلاص، لكن بيجي قرش الميج وبياكل المركب اللي فيها. والفريق بيقرر ان هم هيروحوا جزيرة قريبة منهم، وبيوصلوا وبيحذروا الناس اللي فيها من القروش، لكن طبعا ما بيلحقوش والقروش بتبدأ تهجم على الناس. وجوناثان بيقول لهم ان هو عنده خطه، وهو انهم يبعدوا سمك الميج عن الشط ويقتلوهم بالرمح اللي هو مجهزه. وبعد كده الديناصورات الصغيره بتهجم على الرئيسه في الهليكوبتر اللي هي كانت ناويه تهرب فيها، وبتشحططها على الارض وبتخلص عليها. وبعد كده جوناثان بينزل الميه لوحده وبيبعد سمك الميج عن الشط. وفي الوقت ده جيمنج بيكون بيدور على مادة متفجرة عشان يصنع منها قنبلة، لكن رجالة الرئيسة بييجوا وبيثبتوهم، لكن دي جي بيجي وجيمنج بيزقوا على المفتاح اللي بيفتح باب الجراج، والديناصورات الصغيرة بتيجي وبتموتهم. وفي الوقت ده جوناثان بيكون داخل على سمكة الميج وبيحدف عليها الرمح وبيفجر نص دماغها. وبعد كده جيمنج بيروح عشان يجيب الطيارة وبيحط فيها بنزين بصعوبة بسبب الديناصورات، وبيقدر يولع فيهم في الآخر. وفي الوقت ده جوناثان بيكون خلاص هيموت الميج التاني بالرمح اللي معاه، لكن مونتس بيجي وبيضرب عليه نار وبيشتته والرمح بيقع منه في المية، وبيفضل يضرب عليه نار وبتكون سمكة الميج بتجري وراه برضه معاهم. والميج بتدمر الجسر اللي جوناثان بيهرب من عليه وبينزل في المية وبيستخبى. وفي الوقت ده الأخطبوط بيمسك مينج، لكن جيمنج بيجي وبينقذها. وبعد كده جوناثان بيكون مستخبي تحت الجسر، ومونتس بيجي وبيفضل يضرب عليه نار، لكن جوناثان بيخبطه في رجله وبياخد منه السلاح وبيرميه في الميه. ومونتس بيفضل يضحك عليه، لكن جوناثان بيستنى لحد ما الميج بيجي وبيروح زقه برجله في بق القرش، والقرش بيكمل عليه. وفي الوقت ده الاخطبوط بيمسك جيمنج وبينزله في الميه، لكن جيمنج بيكون معاه القنبله وبيفجرها فيه، لكنه ما بيموتش. والاخطبوط بيكون خلاص على وشك ان هو يبلعه، لكن سمكه الميج بتيجي في الاخر على ريحه الدم بتاعه الاخطبوط وبتعضه وبيفضلوا يعجنوا في بعض. وبعد كده جوناثان بيمسك حته من مروحه الهليكوبتر وبيفضل يضرب فيها في الميه عشان يلفت انتباه سمكه الميج، وبتجيله فعلا وبتهجم عليه، لكنه بيثبت الحديده في الارض وبيرفعها لفوق في بق الميج لحد ما بتخترق دماغه. وبكده بيكون خلص على سمكة الميج الأخيرة. وبعد كده بيطلعوا من المية وبيحتفلوا، وبكده بينتهي الفيلم. سلام.